المواجهة بين وزير التربية والتعليم والمدرسين الذين يطالبون بتحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية. الحقيقة التعليم، نحن نحتاج إلى ثورة في التعليم، وهذه الثورة تتضمن أشياء كثيرة: ثورة في المناهج التعليمية، في تطوير المدارس، في العلاقة بين المدرس والتلميذ، أيضا من بينها تحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية للمدرسين. المدرسون يتهمون وزير التربية والتعليم بأنه يتجاهلهم ويتعمد إهانتهم، لأنه عضو سابق في لجنة السياسات بالحزب الوطني. يتهمونه بأنه فلول، وعشان كده أنه ليس على مستوى مطالب وأحلام الثورة. اتهامات شديدة جدا لوزير التربية والتعليم، خدنا رأيه فيها وواجهناه بعضويته السابقة أيضا في لجنة السياسات بالحزب الوطني. هتشوفوا معانا التقرير المهم جدا، مواجهة بين وزير التربية والتعليم والمدرسين الذين يحتجون على سوء وتدني أحوالهم المعيشية والاجتماعية. مش هنمشي، هو يمشي، مش هنمشي، هو يمشي. ارحم 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 ارحم. تحت شعار اتقوا غضب المعلمين، هلتقي مع مجموعة كبيرة من المعلمين الذين يحتجون على سوء الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وعلى تجاهل وزير التربية والتعليم لهم، ويقولون أنهم لا يستطيعون أن يقابلوه. فعايز ألخص مطالب المحتجين اليوم. ما هي؟ مطالب المحتجين هي مطالب مشروعة. حضرتك وزير المالية ومجلس الوزراء قال أن هناك حافز إثابة 200% لجميع العاملين بالدولة. تم الصرف لجميع العاملين بالدولة وجميع الوزارات وجميع الهيئات عدا وزارتين، وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. وزير الصحة راح لوزير المالية، أصبح تاني يوم حد أدنى للأطباء 1300 جنيه وحافز الإثابة 200% يصرف. أما المعلمين وزير التربية والتعليم بتوصلوا معلومات مغلوطة اللي هي إيه؟ راح قال لك ال 200% دي يصرفوا، بياخد كادر معلمين، بياخد مكافأة امتحانات، بياخد كذا وكذا وكذا. طلع في الآخر أن المعلم يصل حافز الإثابة 25%، العامل بالمدرسة عندي يحصل على 200% وأنا أحصل على 25% من حافز الإثابة. المصيبة بقى إن معالي الوزير يصرح لوسائل الإعلام سواء مقروءة أو أيا كان، يقول إن المعلم يحصل على 335%. التصريح ده يدل أن ما يصل للوزير من معلومات تصل من مساعدين مغلوطة. فكل مطالبنا المشروعة حافز الإثابة زينا زي العاملين بالدولة، لا بنطالب بزيادة ولا نقصان، مع العلم أن المفروض أن المعلم أن يكون أفضل من هؤلاء جميعا بحكم وظيفته. هل يطلب من الأطباء أن يجروا عملية حتى يعطيهم الكادر؟ فلماذا يطلب من المعلمين أن يمتحنوا امتحان سيء في مكان أسوأ يشرف عليهم عمال في الجامعات المصرية من أجل صرف الكادر المعلمين؟ الاختبار عبارة عن ورقة بتخش تتعلم فيها في أسئلة مهينة، في وضع مهين، في حاجة الناس مش عارفين عنها حاجة. علشان تمتحن حضرتك لازم تتدرب على ما تمتحنه، إنما دخل المعلمين يمتحنوا فيما لا يعلمون علشان خاطر إيه حضرتك؟ يوفروا الفلوس للوزارة وليس للدولة. دلوقتي أما المدرس يوصل 18 سنة ويبقى مرتبه أقل من 1000 جنيه، كل اللي بطلبه من سيادة الوزير ان ياخد المرتب سعادته في ايديه ويقول لي عيش بالفلوس ديت، حط الجزء ده في المكان ده وحط الجزء ده في المكان ده والجزء ده في المكان ده. وانا بطلب من سيادة الوزير اللي هو فيه مستند معايا استاذ وائل اوريهولك اهوت على الكاميرا، ان السيد الوزير احمد زكي بدر لغى الدرجات الماليه يا جماعه من 1/8 بحجه قانون المعلمين اللي هو 155. في محافظه من المحافظات طبقت القانون بدون ما الوزير احمد زكي بدر يعرف، ولا سياده الوزير الموجود الهمام بقاله 4 مرات وزراء، مرتين
اللي هو الوزير احمد شفيق الاولانيه والثانيه، وعصام شرف الاولى والثانيه، وما يعرفش حاجه عن وزارته اهو. ليه دايما بنعامل المعلم على انه يعني شحات او زبال؟ يعني ليه فين كرامه المعلم؟ احنا هنا معلمين مستنيين من الساعه 10 معالي الوزير يطلع يتكلم. بعتنا وفد من نقيب هيئه المعلمين المستقله وغيرهم من الناس، وقعدوا ساعتين جوه، صلينا العصر وقعدنا استنينا، تفاجأنا ان هم لسه قاعدين جوه. ما فيش اي تعبير لكرامه المعلم. اين كرامه المعلم في هذه الوزاره؟ انا بقبض 500 جنيه، 501. انا متعين 2004. هل يعني 501 لو الواحد بيدفع 200 جنيه سكن معاه زوجه وطفل، انا بالنسبه لي انا دول هيقضوا ايه؟ في حين سياده الوزير بيقول لك ان المعلم واخد 335 حسب لنا المكافاه، حسب المكافاه، ودخل فيهم الكادر. انا بقبض بعد ده كله لما نضيف الحاجات دي بقبض 175% حوافز. معناها ان انا ما استويتش بعامل وزاره الزراعه ولا الشؤون الاجتماعيه. معلش مع احترامي لكل هذه الوزارات، انا بحضر الطابور من الصبح لغايه الحصه 7 وما فيش مدرس بيبقى مقصر. سياده الوزير الدكتور احمد جلال الدين موسى وزير التربيه والتعليم، اهلا بيك. اهلا بيك. الحقيقه في مجموعه من المنشورات تتعلق باهانه المعلم، ويرفعون شعارات اتقي شر المعلم اذا غضب، وعندهم مطالب اجتماعيه معيشيه، مطالب كلها تتعلق بمرتباتهم بحوافزهم. واضح انه يعني في ما يمكن ان يسميه البعض تعمد لإهانة المعلمين. لا يعني إهانة المعلمين، تقصد حضرتك إهانة المعلمين؟ إهانة المعلم في مظاهر الإهانة، بمعنى إن أنا بهينه اجتماعيا ومعيشيا. الدولة ككل تقصد يعني؟ لا يعني هم بيرفعوا شعارات عاملونا زي الزبالين يعني تمام. يعني أشرح لك، المسألة متعلقة بدخل المعلم أساسا. خلينا نتكلم إن المعلم لا غنى عنه لنجاح العملية التعليمية، وهو العنصر الاساسي في العمليه التعليميه. وانا طول عمري في كل وقت بعتبر انه اوضاع المعلم هي الاساس في تطوير التعليم، وبدون كده بنضحك على نفسنا، لانه تعليم جيد بدون معلم عنده الحافز انه يشتغل وعنده الكفاءه انه يشتغل وعنده الدخل المناسب لن ننجح في هدفنا التعليمي. وبالتالي يمكن فكره كادر المعلمين اللي اقترحتها قبل كده 2004 2005 كان هدفها الرقي باوضاع المعلمين وتمييزهم عن غيرهم من موظفي الدوله. 18 سنة مدرس أول يا أستاذ وائل، 18 سنة معلم أول، المرتب زائد الحوافز الشهرية زائد مكافأة الامتحانات، كل الشامل بتاعه 925 جنيه بعد 18 سنة معلم أول. بالنسبة للكادر المهين اللي احنا يعني فضحونا قدام الدنيا كلها. مهين ليه؟ أولا لأنه بيصرف على أساس العامل المالي السابق من الأساس، مش الأساس العامل المالي الحالي اللي أنا فيه. طب ليه؟ أنا ابني وأنا رايح الامتحان جاي بيقول لي يا بابا أجيب لك حاجة تسند عليها زي ما أنا بعمل معاه. إزاي يعني يحصل الكلام ده؟ النهارده الكادر صدر من عده سنوات، للاسف طبق بطريقه غير سليمه. النهارده بنحاول ان احنا نعالج هذه المشاكل اللي كانت في التطبيق. ازاي طبق بشكل غير سليم؟ يعني انت عارف الكادر، الفكره انه المعلم كان في اعتقاد دايما انه اقرب لاستاذ الجامعه منه للموظف العادي بحكم طبيعه العمل نفسه. انه عمل مهني يتعلق بالتطوير والتدريب والتاهيل المستمر طول حياته الوظيفيه. وتشكيل وعي الناس، يعني هو الذي يشكل وعي البشر بالتاكيد. وبالتالي كان تصوري انه يبقى له كادر منفصل من ناحيه الترقيات، من ناحيه المرتبات الى اخره. للاسف الشديد انه القانون لما صدر ربط ما بين الدخل او كادر المعلمين الجديد بالمرتب الموجود في القانون 47 اللي هو قانون الوظيفه العامه. فاصبح في ارتباط بينهم بعض. الارتباط ده كنت اتمنى ما يكونش موجود، لانه كنا عملناهم زي ما عملنا اساتذه الجامعه او القضاء. ليه الارتباط ده او غيرهم؟ انا عايز افهم المواطن العادي. ادى الى بعض المشاكل في التطبيق. على سبيل المثال انه بعض المعلمين كان عندهم اقدميات في اطار القانون 47، لما دخلوا الاختبار وانتقلوا للقانون 155 قانون الكادر، فاتقال لهم انت كنت درجه اولى اصبحت معلم اول الف، يبقى انت تبدا معلم اول الف من النهارده. فالمعلم يقول لهم طب انا عندي 3 سنين او 4 سنين اقدميه في الدرجه الاولى. لا خلاص انت جيت وظيفه جديده ما نحسبش ليك الاقدميه. طبعا كأن انا بضيع سنوات اقدميه، وبالتالي بيبقى في نوع من الرسوب الوظيفي غير المتعمد في هذه الحاله. فانا لما جيت من عده شهور الوزاره وبدات افهم هذه المشكله وادرسها من الناحيه القانونيه وادرسها مع خبراء داخل الوزاره ثم مع اخرين من خارج الوزاره، انتهيت ان الناس دي اصحاب حق، وانه لو اغفلنا هذا الامر هنضر ضرر
جسيم طيب بس هل أعدنا لهم الحق؟ بالظبط. فده احنا بدأنا ولا لسه هنعمل؟ لا، بنقول لحضرتك بدأنا نناقش المسألة مع الجهات الأخرى المختصة اللي هتسهل لنا الحصول على التمويل، لأن في النهاية وزارة التربية والتعليم وزارة خدمية ما عندهاش موارد ذاتية، لكن بتعتمد على الموارد الآتية من الدولة، من وزارة المالية ومن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. حصل اجتماعات متواصلة، اتفقنا ان احنا على حق في تفسيرنا الجديد لهذا الأمر، وأصبح من حقنا احنا نضم هذه السنوات عند حساب الأقدمية للمعلمين. حصرنا هؤلاء المعلمين على مستوى الجمهورية، طلعوا حوالي 600,000 معلم يستحقوا الترقية، بعضهم بقوا 8 سنين أو أكثر في الدرجة، بعضهم درجة في القانونين مع بعض. 600,000 معلم يستحقون الترقية بالظبط، وبعضهم بقى له 8 سنين، بعضهم 7 سنين، بعضهم 6 سنين. فاحنا عملنا خطة حاليا وأعلنا عنها ان احنا هنبدا نرقي الناس دول تدريجيا، ارجو ان يتم اخر مجموعه منهم قبل نهايه العام الميلادي. اول مجموعه اللي هي 8 سنين فاكثر اعلن عنها بالفعل، وبداوا يسجلوا اسمائهم على موقع وزاره التربيه والتعليم. ازاي هنرقيهم؟ دي مساله مهمه، لان بس العدد ضخم جدا يا سياده الوزير، ممكن يخلي البعض يقول انه والله هيوعدونا لكن لن ينفذوا. يعني 600,000 معلم يعانون من غبن عدم الترقيه، لما اجي اصلح ده هصلحه امتى؟ يعني الناس تشعر بسرعه الانجاز امتى؟ انا قلت لحضرتك ان شاء الله قبل اخر السنه الميلاديه. ازاي هيتم؟ احنا عندنا العدد كبير، لان عدد المعلمين كتير، عندنا في التربيه والتعليم 1.2 مليون معلم، وعندنا 1.6 مليون معلم واداري او اكثر من كده، حتى 1.7، فاحنا عندنا عدد كبير جدا في التربيه والتعليم. الوزير لا يتمتع باي مصداقيه، خرج هذا الرجل في وسائل الاعلام يوم 4/6 وقال ان المعلمين ضمن الحد الادنى للاجور. خرج وزير الماليه الدكتور سمير رضوان في 5/6 و6/6 2011 وقال المعلمين ضمن الحد الادنى للاجور، ثم بعد انتهاء الثانويه العامه المعلمين خارج الحد الادنى. نحن نتعامل مع حكومه بلا مصداقيه، هذا اولا. ثانيا، العاملين بوزاره التربيه والتعليم احنا عايزين نتساوى بيهم. مكافاه الامتحانات عندنا احنا 200 يوم، مكافاه الامتحانات في الوزاره من 400 ل 900 يوم. هل يصلح يا استاذ وائل العاملين في وزاره واحده لا يتساووا في الحوافز والرواتب؟ دول طبق القانون بس مش اكتر من كده. انت عندك قانون الكادر اللي نزل بيمنح شاغله الماده 89 اللي بنتكلم فيها، يمنح شاغله وظائف التعليم المشرع في الماده 70 اللي هم المعلمين، يعني اللي يقوم بالتدريس من هذا القانون الموجودون بالخدمه في تاريخ العمل بهذا الباب، او الذين سيعانون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر. وتسري عليهم، هذا الكلام بقى، وتسري عليهم العلاوه السنويه المقرره، يعني دي حاجه ودي حاجه. وكل زياده في الاجور تمنح للعاملين بالجهاز الاداري بالدوله. هو ده القانون. يعني الزياده اللي جايه دلوقتي ال 200% الاثابه بتمنح للعاملين بالجهاز الاداري بالدوله. من حقنا غير الكادر، لان الكادر اسمه بدل عمل. يعني الكادر مثلا من شروطه انك تخش امتحان، هل الحوافز من شروطها انك تخش امتحان؟ لما استمعت بس لملخص للي قالوه، لما يبقى يعني بعضهم يقول انا بقالي 10 سنين وباخد 500 جنيه 501، وانا بقالي 15 سنه و882، يعني حتى بعضهم جايب لي المرتبات بتاعتهم. كل هذه المطالبات انا انضم ليها، وانا من انصار المعلم ياخد اكبر مرتب ممكن. يعني ده امر يسعدني ان احنا نقدر نوفر لهم دائما مبالغ اكثر، وانا كل يوم في مجلس الوزراء بطالب بمبالغ اكثر المعلمين. ده واجبي وده دوري وده احساسي ان ده مهم. الناس مش عاوزه كلام معسول يا سياده الوزير. يا فندم مفيش كلام معسول، واضح انهم عاوزين انه يعني مش ممكن بقى له 10 سنين استاذ معلم وبياخد 500 جنيه. لا دي حاله، يعني هقول لحضرتك دلوقتي ال 200% اللي تستكمل بيها الحوافز لكل عاملين في الدوله هتنطبق على من لا تنطبق عليه. كل المعلمين في الكادر اكثر من كده بمراحل، فبالتاكيد يكونوا اكثر من كده. مفيش معلم في اطار الكادر هياخد المبلغ اللي حضرتك قلته، اكثر من كده، وممكن اجيب لحضرتك بيانات. لكن انا نفسي ناخده اكثر كمان. اللي بره الكادر ايضا هيستفيدوا، اللي دخله اقل من الحد الادنى هيستفيد من الحد الادنى، وده مش كافي، لكن ده خطوه اولى. اللي بره الكادر قليل جدا من المعلمين. معظم المعلمين النهارده حوالي 900,000 جوه الكادر، ودول الطبقه الرئيسيه اللي احنا جبنا لهم الاسبوع اللي فات بموافقه مجلس الوزراء بصعوبه، لكن الحمد لله قدرنا نوافق فيها ان نزودهم عشان يتميزوا اكثر على غيرهم من عاملين في الدوله. تبدا ب 25% للدرجات العليا اللي كانت مش مستفيده اساسا، وتصل 75% للدرجات بس حضرتك جبت ده، لكن يتظاهرون امام الوزاره، بمعنى انه بيقولوا انه حتى الحد الادنى للاجور اللي هيستفيد منه الجميع هم لن يستفيدوا منه. ده غير صحيح، غير صحيح على الاطلاق. لانه ايه هو الحد الادنى؟ هو الدوله المرسوم بقانون الطلاق قال 200% حوافز يستحقها الشخص كحد ادنى. يعني اللي بياخد 100 يتكمل ل 200، اللي بياخد 50 يتكمل 150، اللي بياخد 180 يتكمل ل 200. احنا عندنا كل المعلمين بلا استثناء اكثر من 200%، فيما عدا معلم مساعد كان 160%.
فاحنا زودنا معلم مساعد 75% يبقى 235%. ما هو داخل فيها مثلا مكافاه الامتحانات وهي مقابل عمل، يعني هي في النهايه مقابل عمل يؤديه. شوف اللي بتقوله حضرتك انا قلته في مجلس الوزراء وقلته مع وزير الماليه اكثر مره، انه مكافاه الامتحان نرجو ان احنا نطلعها بره الداخل الاجمالي، وده كانت مطالبه للدكتور سمير رضوان ثم لنائب رئيس الوزراء وزير الماليه الدكتور حازم ببلاوي باستمرار. لكن الدوله بتقول احنا ما عندناش حاليا موارد، احنا بالكاد نقدر نعمل توازن في الميزانيه. فاذا المساله مش مساله وزاره التربيه والتعليم، مساله الدوله هتقدر توفر المبلغ اللي يغطي ده اللي هو اكثر من 2 مليار ولا لا. اذا الدوله قدرت انا بأناشد الدوله وبأرجوها وبحاول معاها حرصا مني على المعلمين اساسا بالتاكيد، لكن على الاقل احنا خدنا الحد الادنى ليضمن انه ما زال المعلمون متفوقون عن غيرهم من موظفي الدوله في دخلهم حتى هذه اللحظه. يبدو انه عندكم احساس بانه المعلم بقيمته مهان ماديا ومعيشيا واجتماعيا، وانه الوزير المنوط به الدفاع عن المعلمين يتجاهلهم ويساعد على اهانتهم. بص حضرتك، انا بس برنامجك اسمه الحقيقه، فحضرتك لو انا عايزك تتصور كشف مرتبات لاي مدرسه، خد كشف مرتبات اي مدرسه وشوف المرتبات ايه الفئه بتاعت المرتبات، ايه اللي موجود في المرتبات. انا بقالي 23 سنه في التربيه والتعليم، معلم اول الف ومدرس رياضيات، باخد 1200 جنيه. هل ده يعقل؟ بالحوافز بالكادر بكل ال 335% اللي بيقول عليهم سياده الوزير 1200 جنيه. بالله عليك واحد بقاله 23 سنه في التربيه والتعليم وتعالى اجيب لك كشف المرتبات. لو الساده المستشارين اللي قاعدين مع سياده الوزير ما بيقولوا كلام غلط. انا مش فاهم بيجيب منين 2000 جنيه؟ بيجيب منين 3000 جنيه؟ مين بياخد 2000 و3000 جنيه؟ نقابه المعلمين المستقله يعني عامله حمله الى حد انهم عملوا اعلان انه مطلوب وزير تربيه وتعليم. يعني ما اعرفش هل اغضبك هذا إطلاقاً الاعلان؟ اطلاقا يعني انا وجودي مؤقت في هذه الفتره، وهو مؤقت بطبيعته، وانا جيت بضغط وسأسعد كثير جدا عندما اخرج. لكن مطالبهم فيما يتعلق بانه يطالبون باقاله الوزير، يطالبون برحيل الوزير. من حقهم، امر يسعدني. يعني هم من غير ما يطالبوا بالوقال انا مستعد امشي النهارده قبل هم ما يفتحوا بقهم، لان انا حريص جدا على ان اؤدي واجبي للمصلحه العامه ولمصلحه التعليم في مصر ومصلحه المعلمين. متى انتهى هذا الامر سامشي في كل الاحوال، وانا مستعد امشي اليوم قبل الغد. يعني ده كل من يعرف هذا في مجلس الوزراء وغيره، ان اكثر واحد حريص على ان انا اؤدي واجبي وانتهي منه سريعا ثم انتقل لاشياء اخرى. يعني لا يغضبك هتافات فليرحل الوزير؟ اطلاقا اطلاقا، يسعدني أن أسمع هذا الأمر، لأنه في النهاية في ناس تعبر عن رأيها بحرية، وهذا دليل على ثورة 25 يناير وما أفرزته من مناخ جديد يسمح لكل إنسان يعبر عن رأيه بشجاعة وبقوة. هل الثورة وصلت كل حتة في مصر ولم تصل إلى وزارة التربية والتعليم؟ كيف يكون وزير التربية والتعليم المصري عضو لجنة سياسات في الحزب الوطني وصديق شخصي لجمال مبارك وما زال يقيم بالعمل؟ كمان المساعدين بتوع الوزير كلهم من الحزب الوطني وأعضاء بارزين في الحزب الوطني. كمان الوزير ووزير المالية خالفوا القانون مخالفة جسيمة. ليس لائقا أن يأتي وزير للتربية والتعليم بعد الثورة كان عضوا بارزا في لجنة السياسات، وهم يتهمونك من هذه الزاوية، يعني إنه يعني الوزير فلول، يعني عاوزين يقولوا ان وزير التربيه والتعليم يعني ارجو فلول ان يكون لديهم الوطني ولدى غيرهم الشجاعه ان يعارض الحزب ويعارض الحكومه كما عرضت انا وانا في الوزاره، وخرجت من الوزاره بسبب المطالبه بحقوق مشروعه للمعلمين الذين كان يعتدى على حقوقهم، ورفضت هذا الامر اصرارا، وان يكتبوا مجموعه من المقالات تنادي بالتغيير والاصلاح كما فعلت انا على مدى 5 سنوات. اذا كان هناك من الزعم الان يعني حركة التغيير، فأرجو أن يكون لديه الشجاعة التي كانت عندي عندما كان النظام موجودا. ده وحضرتك عضو في لجنة السياسات؟ لا، لجنة السياسات شيء سابق على هذا الأمر. أنا دخلت لجنة السياسات دون أن أطلب ودون أن أعرف، كنت في الخارج وجيت أنا اسمي من ضمن أعضاء لجنة السياسات، وهذا كل ما كان له علاقة بالحزب. لم أكن عضوا في لجنة من لجان القاعدية أو لجان الحزب ولم أشارك. بس لجنة السياسات كانت هي العقل المفكر للحزب، وهي التي تدير البلد. تعتبرها كيفما شئت، ده يعني حسب قدر المعلومات اللي عندك عنها. لكن انا شخصيا في معلوماتي انا كنت عضو في حاجه اسمها المجلس الاعلى للسياسات، وكان مجلس خبراء يشكل معظمه من اساتذه الجامعات في تخصصات معينه، كان تخصصي ربما سبب ترشيحي،
انه كان مطلوب هذا التخصص الاقتصاد من ضمن التخصصات، لان جامعه المنصوره رئيس الجامعه رشح 5 من اساس الجامعه. تمام، اختاروا انهم 2 انا وزميلي في نفس التخصص. فكل دورنا هو كان يطرح في بعض الاحيان اجتماعات يعني في لجنه السياسات لا يمكن ابدا انه الوزير يقول اصل انا دخلت لجنه السياسات وما خدتش بالي يعني. لا، لجنه السياسات لجنه كان يديرها جمال مبارك. أن تكون دقيقا فيما قلت انني عندما اخترت لجنه السياسات لم يحدث مني اي تدخل من هذا الامر. تم ترشيح رئيس جامعه المنصوره وما زال حي يرزق ل5 اساتذه في الجامعه بناء على طلب وزير التعليم العالي، وكنت احد هؤلاء ال5. تمام، وعندما تم الاختيار لم اكن موجودا في مصر واخترت. بس تستطيع انك ترفض لا تحضر اجتماعات. ايه المبرر؟ انا فعلا اول مره رحت وانا متشكك ايه اللي بيحصل. أنا طول عمري ارفض دخول الحزب الوطني يعني هي عرض عليا ومن محافظين الجيدين في الداخليه اللي هو سعد الشربيني ان ادخل الحزب الوطني واعتذرت. تمام، في سنوات سابقه عن هذا الامر. ثم عندما دعيت لاول اجتماع بعد حضوري من الخارج كنت متشكك ماذا سيحدث، ماذا سأرى، وذهبت لهذا الاجتماع وكان التحفظ عندي أكثر من القبول، لكن وجدت اجتماع محترم يناقش مسائل بجدية. ألم تكن نادما لأنه هذه اللجنة كانت هي ما يمكن أن أسميه قناة التوريث، توريث الحكم، لأنه هي لجنة جمال مبارك فصلت من أجله وكانت مصر تدار من خلالها. هذا تقييم حضرتك وربما يكون في جانب من الحقيقة، لكن بالنسبة لي أنا شخصيا لم أكن طرف إلا فيما يعرض من موضوعات، وربما يكون هناك مضابط لهذه الاجتماعات. في كل مرة تحدثت فيها كنت أتكلم بنفس الحرية ونفس الرأي الشخصي اللي أعبر عنه حتى لو تعارض مع الآراء الأخرى السائدة التي تقال في هذه الاجتماعات، وهناك شهود يعني موجودون باستمرار لحضور هذه الاجتماعات. معتصمين معتصمين، احنا هنا مش ماشيين، احنا هنا مش ماشيين. يا وزير السياسات، يا وزير السياسات، المدرس هنا مات، المدرس هنا مات. يا وزير السياسات، يا وزير السياسات، المدرس هنا مات، المدرس هنا مات. ارحم 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 ارحم. بعد الثورة نحتاج إلى ثورة في التعليم أيضا، وثورة في التعليم لا يمكن أن يقودها وزير كان ينتمي إلى لجنة السياسات في الحزب الوطني، تلك اللجنة التي كان يقودها جمال مبارك والتي قامت الثورة خصيصا من أجل الإطاحة بها وبما فعلته في مصر. تحسين أحوال التعليم في مصر أيضا يبدأ بتحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية للمدرسين. زي ما سمعتوا لا يمكن أبدا واحد بقاله 15 سنة فبياخد 800 جنيه وواحد تاني بقاله 10 سنين بياخد 400 جنيه. تحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية للمدرسين مطلب أساسي وبداية لتحسين التعليم في مصر. أيضا مواجهة من نوع آخر بين وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى وبين أولياء الأمور الذين احتجوا فيما سمي بتظلمات الثانوية العامة. تعالوا نشوف هذه المواجهة. الوزير كمان عايز أدخل في قضية التظلمات يعني، لأنه الحقيقة كمان لقينا في مجموعات أيضا تتظاهر. قضية التظلمات المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة هم يشكون من أنه في عشوائية، يعني عندهم مطالب يعني، وأعتقد العدد التظلمات هل وصل 98,000 أو 58,000 وارد. يعني عدد ضخم جدا من التظلمات. فبيقولوا في أخطاء في التصحيح وفي أخطاء في جمع الدرجات. هل اكتشفتم وجود هذه الأخطاء من خلال لجان التظلمات؟ التظلم أنشئ لهذا السبب، أنه من حق الطالب وولي أمره يطلعوا على الورقة عشان ينبهونا إذا كان في خطأ. فالطالب بيطلب يقول إن أنا حاسس بظلم في المادة الفلانية، وبالتالي بيمكن أنه يطلع على صورة لورقة الإجابة ومع ولي أمره، وفي النهاية إذا وجد أن التصحيح في خطأ ما في جمع الدرجة في أي خطأ مادي من حقه أنه ينبه الجهة المتظلم إليها أنه يراجع هذا الأمر. بيتم المراجعة من قبل متخصص موجه أول أعلى درجة. إذا اكتشف أن الطالب معه حق سيتم تعديل الدرجة على الفترة، وده بيتم حاليا يعني كتير جدا بيعدلوا الدرجات، ساعات نص درجة ساعات درجة ساعات أكثر من درجة بحسب الحال. يعني في مادة من المواد اكتشفوا أن المعلم أخطأ فيها تقريبا ل 15 واحد واداهم صفر في حين يستحقوا الدرجة النهائية في سؤال ترجمة
في مدرسه عندهم صفر وهم يستحقوا الدرجه دي؟ لانه ساعتها ما اعرفش ما قامش بواجبه كما يجب الى اخره. فدي حالات موجوده، ودي ميزه التظلم ان بتتيح الفرصه انه الامر ينبه وزاره التربيه والتعليم والمسؤولين فيها انه في خطا في هذا الامر، وده موجود في الجامعات حاليا نفس النظام. فانا اعتقد نظام كفء، لكن في مساله زي ما بتنطرح، هل التظلم معناه اعاده تقييم الدرجه؟ يعني لو في سؤال في التعبير والاستاذ ادى الطالب 8 والطالب حاسس يستحق 9، هل من حق الطالب يطالب بالدرجه او لا؟ هنا اعتقد لا يسمح به، لانه التقييم اعاده تقييم مساله صعبه يعني. لكن الاخطاء الماديه كلها بكل صورها يتم تصويبها على فكره. مساله صعبه ليست وزير مهني، لانه في النهايه التقييم في جانب شخصي شويه، زي في الجامعه حضرتك مش ممكن انا ادرس في كليه الحقوق قضيه والطالب يحلها بطريقه معينه ويجي زميل ليا في نفس القسم يقول لا انت اديت 9 كان المفروض تدي 8 ونص. هنا مساله التقييم الشخصي مهم، وفي العالم كله لا يسمح اطلاقا بعد التقييم. دي مساله مش خاصه بينا احنا في مصر. طيب لانها عمليه لا نهايه لها، لو حضرتك تخيلت هنعيد تقييم ممكن التقييم رقم 2 نطالب بتقييم رقم 3، ودي مساله لا تنتهي على الاطلاق. تظلمات اولا بالنسبه للامتحان، الامتحان كان عادي جدا ما فيش فيه حاجه، لكن الطالب بيبقى يعني حاطط لنفسه مستوى معين، بيجاوب اجابات معينه، بعد كده بيبقى هو في اعتقاده ان هذه الاجابات معظمها صحيحه. احيانا بيحدث خطا في جمع الدرجات وبالذات الاجزاء اللي جوه، احيانا ممكن يتساب جزء من سؤال من غير ما بيتصحح. دي اخطاء كلها وارده. المفروض ان في بعض الدرجات يعني مفقوده، فهل ده في الجامعه ولا في التصحيح؟ احيانا طبعا بيحصل اخطاء في التصحيح. سؤال ما صححش، انا هعرف منين السؤال ده ما صححش؟ سؤال مش واخد فيه حقه، اعرف ازاي؟ انت بتعد لي درجات، طب الدرجات هعمل بيها ايه؟ ما كلنا بنجمع وبنطرح صح، لكن فين تصحيح الورقه نفسه؟ جايب في التفاضل حساب مثلثات 19 من 25، من انا شفت نموذج الإجابة ودخلت على الورقة وشفت إجابات دي تبكى يعني ليا 3 درجات عنيهم، بس بعد ال10 أيام عدوا قالوا لا أنت مالكش درجات عندنا. ابني بيقول لي في سنة 3 مش هذاكر، يعني كل اللي عملوه له هم حطموا ابني بس. كنت مراجع على ورق في اللغة الألمانية، فاتضح إن الطالبة كان لها درجتين ومن حقها إنها تاخد درجتين، وأعد لها تصحيح وخدت درجتين وأنا أخذت جزاء، والمصححه خدت الجزاء برضو ايضا. هي مشكله اخطاء جمع، فانا بطلب اخطاء جمع مش بقول اعاده تصحيح، يعني اعاده تصحيح عمرها ما هتتعمل. عملوا له تظلم في 4 مواد، هي دي اللي انا لقيتها واضحه، يعني اللي انا من حقي اطالب بيها قوي. الباقي هم بيقولوا فيه ما فيش اعاده تصحيح وما فيش سؤال منسي خلاص، سؤال كده يعني ما فيش حاجه خالص اسمه التظلم، ما فيهوش اكتر من اعاده تجميع. حتى اعاده التجميع ما خدتش حقي فيها، ليا درجه ونص في الانجليش والولد ضيع منه صيدله على 10%. ازاي؟ كل اللي بيحصل في اعاده التصحيح ان هو بيحصل اعاده تجميع للدرجات، مفيش حاجه اسمها تصحيح فعلي للورقه او تصحيح كامل للورقه مره ثانيه. لازم يبقى في عقاب بصراحه للمستهترين اللي بصراحه انا مش هقول اكتر من مستهترين، لان ده مصير طالب، مصير بني ادم، مش هنقول طالب، مصير بني ادم. يعني اذا كان سؤال ما يتبصلوش خالص نهائي، ما يتبصلوش ويتعلم عليه اجابه صح، بمجرد ان الطالب كتب انه كذا ما كتبش راس السؤال فما خدوش باله او افتكروه ضمن السؤال الاولاني، فده يعني بصراحه منتهى التعسف. يعني في الرياضه بيكتب لها اجابه زائده، انا اول مره اشوف حد بينقص عشان في اجابه زائده دي. انا لبست اسود كده بشهاده ناس من الشارع، وبقيت اقول له انا هلبس اسود عمري كله عليك يا بنتي، كان بيتهيألي ان بنتي ماتت في اليوم دوت وعملنا عزا. الثانوية العامة تحولت إلى مأتم كما استمعتم. نظام التعليم في مصر في حاجة إلى إصلاح، من فساد التعليم في مصر إلى تكفير الباحثين والمفكرين. تكفير الباحث والمفكر سيد القمني ليس جديدا، لأنه كثيرا ما تعرض للتكفير. الجديد